طبعا محمد هاني وأزمة في تجديده، وكل الناس دخلت وشافت على كمية التعليقات السلبية والرياكتات السلبية على تجديد محمد هاني. لأن بالعربي وبالاختصار محمد هاني لاعب لا يستحق ان هو يتجدد له في النادي الاهلي، ولو اتجدد له ما يتجددلوش بالرقم اللي يعني الاخبار اللي اتنطورت ان محمد هاني فئه اولى و15 مليون و17 مليون والكلام ده كله، او 12 او حتى 10. لا، محمد هاني لو بنتكلم على الاداء فهو ما فيش اداء، ولو انا بجدد لواحد عشان خاطر كاس عالم فده اكيد مش منطق. يعني انا مش بصحى الصبح مساء الخير صباح الخير انا بروح كاس عالم او بلعب نهائي افريقيا فانا هستنى منه ماتش النهائي بس. فاداء محمد هاني ما يسمحلوش ان هو يجدد، ولو جدد يبقى فئه تانية، يبقى فئه ثالثه، يبقى لاعب احتياطي. هل اللاعب الاحتياطي يستحق يبقى فئه اولى؟ مش عشان هو حامل لشرط الكابتن اللي هي بالاقدميه يبقى هو لاعب منتج في الملعب. ده مش دخول في الرزق، بس ده معناه ان انا وغيري 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 كلنا شايفين ان محمد هاني لا يصلح ان هو يلعب في النادي الاهلي. والناس اللي بتيجي بعديه، بيجي اكرم لعب عليه، بيجي عمر كمال لعب عليه، خالد عبد الفتاح لعب عليه، احمد فتحي اللي قعد له دكه في اخر فتره، لان احمد فتحي كان اعلن ان هو ماشي. مش مثلا محمد هاني اعلى منه، لا 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 لا، مفيش منه الكلام ده. اي حد هيخش وهيأدي يعني 50% من المطلوب من لاعب كوره هيلعب على محمد هاني، لان محمد هاني ما بيقدمش اي حاجه.